سلام على الجميع. اليوم غنوجد معكم الرجله، وهذه هي الوقيته ديالها. كناخذها كنغسلها مزيان مره جوج مرات ثلاث مرات. المهم كنغسلوها مزيان وكنسقطروها، راه كطيح الطرب واخا ما بيناش فيها. هي تبارك الله عامره بالاملاح المعدنيه الحديد، يعني فيها بزاف الفيتامينات. اصلها شويه ملحه وكتكون شويه محمضه، يعني ما كتبغيش الملحه والحامض بزاف. بالنسبه للتقطاع كنقطعوها ما صغيره ما كبيره. صافي انا هنايا خديتها من بعد ما قطعتها كنديرها في بواطه وكندير ليها زيت الزيتون وصافي كنحركها مزيان هكايا كتبقى ليا مفروزه. كتجي زوينه بزاف بهذه الطريقه هذه. صافي كنديرها في مجمد حتى كنحتاجها عاد كنجبدها تتكون بحال الا يلاه قطعتها. المهم نتوما قطعوها ووجدوها ديك السانيت، انا هكايا كتجيني سهله. صافي من بعد ما احتاجيتها دابا جبدتها غادي نوجدها معكم. الطريقه باش كنخدمها انا او الطريقه باش كنطيبها صافي انا. المهم هنايا خوتها في الكوكوط وكناخذ الثومه كتواتى معها بزاف. صافي خديتها هنايا ونقيتها وضفت ليها الدروسه ديال الثومه هكا كنخليهم هكا راه كيطيبوا بحال الزبده. كنضيف القزبور ومعدنوس وكندير الحامض المصير. هنايا ما كنكثروش كما قلنا، راه هي محمضه كتبغي غير شويه د الحامض والملحه. وكندير الفلفله حاره اختياريه صافي وشويه ديال الملح ما كنكثرهاش حتى هي. صافي وكندير زيت الزيتون، هي راه كتبغي زيت الزيتون مزيان. صافي وكندير هنا العطريه ديالي اللي فيها خرقوم بلدي، كمون، تحميره والقزبور مطحون حتى هو. صافي كنخلط المكونات ديالي مزيان. انا هنايا راه ما ضفتها حتى قطره ديال الماء. نتوما لا الكوكوط ديالكم تتشوط كنديروا ليها ربع كاس ديال الماء وكنديرها على عافيه مهيله مده ديال 10 ديال الدقائق. صافي كنحيدها كنقدمها راه كتجي مقبله صيفيه بامتياز رائعه بنينه بزاف. غتعجبكم بزاف وفيها بزاف ديال الفيتامينات. وبالصحه والراحه ومع السلامه.